ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا اللايك. ولا بينا نشوف الفيديو. في الفيديو ده هنعمل حواوشي مع بعض، وكمان هنعرف ايه حكاية الحواوشي. كان سهل جدا وخفيف ومفهوش اي زيوت تماما، وهنعمل عجينة مع بعض في البيت. فتعالوا بينا نشوف ايه مكونات العجينة. اول حاجة هجيب 4 كوبايات ونص دقيق، عليهم نص كوباية حليب دافية. بأكد انها تكون دافية. وبعد كده المية مقدار مناسب للدقيق، لأن الدقيق بيختلف من نوع لنوع. معلقة صغيرة ممسوحة خميرة وذرة ملح، بعد كده معلقتين سكر. هشيل نص الكوباية اللي أنا ضفتها على جنب، عشان لو العجينة كانت طرية هضيف لها الدقيق اللي هي نص الكوباية. كمان هضيف ربع كوباية زيت تدريجي بعد ما ألم العجينة. وكمان هقول لكم على حكاية الحواوشي ايه. مؤخرا عرفت ان الحواوشي ده أكلة مصرية وانشهر بين الدول العربية. واخيرا على قناتي اكله اصولها مصريه، وهي الحواوشي. خليني بقى اقول ان مفيش مصري ما بيحبش الحواوشي. ده كمان وصل الدول العربيه، والدول العربيه ما بقتش تستغنى عنه، وكمان سموه باسماء مختلفه. اسم الحواوشي ده جاي من اسم عيله، وكان واحد اللي عامله اسمه احمد حواوشي. وكان بيجيب اللحمه يتبلها ويحطها في رغيف عيش ويدخلها الفرن وتطلع رغيف عيش باللحمه. وكمان سماه لاسم عيلته اللي هو مخترعه، وبقى اسمه الحواوشي. لف شوارع وسط البلد واتشهر جدا، وبقى الكل بياكل من العربية بتاعة أحمد حواوشي رغيف الحواوشي. الكلام ده كان في السبعينات. لما لقى عليه الطلب زاد، بدأ إن هو يتبل اللحمة ببصل وخضار، ويضيف لها بهارات كده ونكهات بتخلي أصولها مصرية. بعد ما لف الحواوشي محافظات مصر كلها، ولكن في محافظة بتتميز بيه، وهي محافظة الشرقية. وبقت الشرقية أيقونة لطهي رغيف الحواوشي في مصر كلها. وبما ان الحواوشي بقى وجبة سريعة وانشهر جدا في المطاعم بين المحافظات، كمان ان الناس كلها بدأت انها تطلب الحواوشي، واصبح ان هو عليه اقبال كبير. فبدأ ان احنا نعملوه في البيوت، وكمان بنضيف له نكهات مميزة وانواع اللحوم مختلفة. وكمان ممكن نضيفه عليه جبنة موتزاريلا. وبقينا بنميز الحواوشي بانواع مختلفة من اللحوم. خليني اقول لكم ان العجينه هسيبها تخمر، يعني حجمها يتزايد حوالي ساعتين او ساعتين ونص، لان الجو برد فلازم مفعول الخميره يتفاعل معاها. بعد كده هكورها كور واسيبها ترتاح، وهبدا ان انا افردها رغيف فوق رغيف، وفي الوسط هحط طبقه العصاج اللي هي اللحمه. هعمل عصاج اللحمه، وان انا هجيب معلقتين سمنه ومعلقه زيت على حجم اللحمه اللي انا هعملها او حجم البصل، لان انا مش عايزه زيوت كتير في رغيف الحواوشي. حجم البصل هيكون بصلة كبيرة أو بصلتين وسط. أفرمهم في الكبة بس ما يكونوش ناعمين قوي، لأن أنا زودتها في النعومة شوية، فمش عايزاها تكون كده. وطبعا هجيب 4 فصوص توم، هرقصهم وأحطهم على البصل بعد ما تدبل. على ما البصلة تدبل هكون جبت طماطماية كبيرة أو 2 وسط، هضربهم في الكبة كويس جدا، وهحطها أول ما أضيف اللحمة. وانا عملت الطريقه بتاعه عصاج اللحمه ان انا ضفت صلصه او طماطم على طريقه الدول العربيه. ده لان الدول العربيه خدت الحواوشي كأكلة مصرية أصيلة، وحبت إنها تضيف لها شوية حبشتكنات. خدت الصلصة وضافتها على اللحمة، وأصبحت برضو حواوشي بس على طريقة الدول العربية. فأنا عملت زيهم، وبدل ما أضيف صلصة ضفت طماطم، فهي هي يعني. طبعا وصل بلاد الشام، وبلاد الشام خدت الحواوشي وعملته بعيش الصاج اللي معروف عندنا في مصر باسم العيش السوري. أما دولة الجزائر فهم خدوا الحواوشي ده وسموه المحاجب، وكمان بقوا بيعملوه مع شوربة لحمة وسلطة زبادي. تعالوا نرجع لمصر وأقول لكم إن في أنواع للحواوشي بلدي واسكندراني. الاسكندراني بيختلف عن البلدي بإن بيزودوا البهارات شوية. سعر الحواوشي ما بين 10 جنيه ل30 جنيه. 30 جنيه ده لو هو رغيف كويس جدا وبلحمة مضمونة، أما ب10 ده الله أعلم بيه. نسيت أقول لكم إن عيلة حواوشي بقالها 90 سنة بتعمل الحواوشي، وعشان كده اتشهرت بيه. بعد ما اللحمة تفك كلها تماما من التلج ده، هضيف عليها التوابل. طبعا مش هيحصل حاجة لو حطيت اللحمة مفرزة، عادي جدا. تعالوا بقى نضيف التوابل. حطيت من كل حاجة معلقة فلفل اسود، كزبرة ناشفة، بهارات حصل اللي احنا كنا طحينها مع بعض، ربع معلقة قرفة صغيرة هتضيع بس طعم اللحمة. وكمان هحط معلقتين او معلقة ونص من الملح. كمان مش هننسى الكمون، ومعلقة صغيرة من الصويا صوص هيخلي طعمها جامد قوي.
وده عصاج اللحمة جاهز معانا وبقى بالشكل ده. تعالوا نفرد العجينة مع بعض ونشوف شكلها بقى عامل ازاي. الأول حجمها زايد نوعا ما، هشيلها بقى كده واطلع كل الخميرة اللي فيها او كل الهواء اللي فيها. يعني هعجنها من الاول، بس مش عجن يعني حاجة بسيطة كده. هفرد كل قطعتين عجينة قصاد بعض على شكل دايرة صغيرة على حسب بقى حجم الرغيف اللي انت عايزاه. بعد كده هفرد اللحمة فوق على وش أول رغيف، بعد كده هقفل بالرغيف التاني، هقفله بالشكل ده، وهجيب شوكة عشان مش عايزة الرغيف ده ينفش في الفرن، بيعلى كده شوية. بعد ما قفلت أول رغيف هجيب صاج أدهنه زيت مش سمنة، زيت، وهحط فيه أول رغيف، وكمان هضيف الصاج ده أربع رغيف حواشي. وأكيد يعني ممكن تستخدمي صينية مكان الصاج. الحجم هيبان مش متساوي، ولكن هو كان متساوي لان كاميرا التليفون ما كانتش مظبطه معايا في التصوير. هدهن الوش سمنه مش زيت، لان الزيت هينشف معاكي الرغيف، فيفضل تدهنيه بسمنه. دول كانوا رغيفين كده متبقيين، فتحت العجينه من النص وحطيت فيها لحمه وفردتها. بعد كده طلعت الصاج. ده كان شكل الرغيف اللي انا كنت حابه يكون ده لونه. بجد كانت حلوه قوي، ما كانش فيها زيوت. اعملوه بالطريقه دي لو انتوا مش حابين يكون فيه زيوت، ومناسب جدا للناس اللي بتعمل دايت. كان شكله حلو قوي ولونه كان احلى بكتير، وكمان ان هو مميز بالنسبه لي ان مفيش زيوت كتير في الرغيف، فكان حلو قوي. جبت بقى الرغيف وقطعته بالشكل ده، واول ما حطيت عليه شبت وكزبره او بقدونس كان ريحته جامده جدا، احسن من ريحته الاصليه. شوفوا بقى اللحمه كانت فيه كتيره جدا. كمان كنت عماله اكل فيه اصلا وانا واقفه، عجبني قوي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، هتعملوها دايما. عايزة اقول لكم كمان ان العجينة طريقتها دي تنفع لأي معجنات تانية، وبالذات البيتزا هتعجبكم جدا الطريقة دي. جربوها وقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. ولو عندكم طريقة تانية للحواوشي قولوا لي عليها وانا اجربه بطريقة تانية. وده فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتشاركوا فيديو في كل مكان، وتفعلوا الجرس لو لسه ما فعلتوهوش. واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله.